محمد صلى الله عليه وسلم مشى هو واصحابه، فارتفعت، طلعت ريح كريهه نتنه، فقال الاصحاب اتدرون ما هذه الريح؟ لو احنا نقعد نضحك على بعض. فقال الله ورسوله اعلم يا رسول الله. قال هذه ريح المغتابين من امه محمد صلى الله عليه وسلم. يوم واحد زي سياده المستشار قاعد مثقف عنه وفاهم يقول لي يا شيخ يا استاذ هي الغيبه لها ريحه؟ طب ما احنا مش ليه؟ ده احنا النهارده بقت حياتنا كلها غيبه ونميمه وكلام في اعراض الناس. ليه ما عدناش نشمها يا عم الشيخ؟ هقول لك لان الغيبه والنميمه على عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان شيء شاذ، شيء نادر، عشان كده يبقى ده له ريحه. اما النهارده امتلأت الالوف، امتلأت الالوف كرجل دخل دار الدباغين يا سياده المستشار. جماعه بتوع الجنود ياكل ويشرب وينام وتعود على حنتنا. عشان كده ما عدناش بنشم، ما عدناش بنحس باللي بيحصل حوالينا. هذه الساعة حتى لو غيب وإن الله الذي لا إله إلا هو يعلم المولى ما أنا فيه وما لا نملك في هذه الساعة الطيبة وفي هذا اللقاء الطيب مع الكوكبة من العلماء والأفاضل ورجال العمل الخدمي والعمل العام في مركز ومدينة المحافظة الكبرى، والذي نشرف اليوم أن نكون ضيوف فيه، أن نطرح إلى المولى تبارك وتعالى في هذه الساعة أن يجعلني وإياكم أولا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونطرح إلى المولى تبارك وتعالى الحنان المنان الكريم، ونقول جميعا يا الله يا الله يا من هو الله، يا الله يا من هو الله، أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم من اجتمعنا من أجلهم، اللهم ارحم من اجتمعنا من أجلهم، اللهم شفع فيهم صالح الأعمال، اللهم شفع فيهم صالح الأعمال، اللهم نقيهم من الخطايا والآثام كما ينقى ثوب الرجل من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم. اللهم شفع فيهم أعمالهم الصالحة ما علمناه وما لم نعلمه. اللهم أدخلهم الجنة بسلام، اللهم أدخلهم الجنة بسلام، واحشرهم في زمرة النبيين والصديقين يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. وآسف على الإطالة يا جماعة.